محمد الفايد وايه اللي وصله لعلاقته ما بين الأميرة ديانا والملكة إليزابيث؟ ايه اللي وصله للمكانة دي؟ كل ده واكتر هنعرفه في الفيديو دوت. السلام عليكم، انا نرمين. حابين نتكلم النهاردة عن محمد الفايد. سنة 27 يناير عام 1929 ميلادية في اسكندرية، لأسرة أقل من المتوسط. والده كان بيشتغل مدرس عربي، ووالدته كانت ربة منزل، وكان في راس التين في الأنفوشي. أشهر الشغلانات اللي اشتغلها في ميناء الإسكندرية لنقل البضايع، وهناك اتعرف على عدنان خاشقجي. والد عدنان خاشقجي هو الطبيب الخاص لملك السعودية. يدرس في مدرسة فيكتوريا كوليج. أخته سميرة كانت متزوجة من مصطفى أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم. مصر وقع تحت الاحتلال، فكان بيصدر الأسلحة اللي كانت فائضة من الحرب العالمية التانية للمقاومة المصرية. سافر محمد الفايد السعودية للتجارة في ماكينات الخياطة. بعد ذلك تزوج سميرة خاشقجي عام 1954، وخلف منها عماد دودي، وانفصلوا سنة 1956. إلى مصر مرة أخرى ليؤسس شركة للبضائع والشحن، ثم نقل إلى إيطاليا وسكن فيها لمدة 6 سنوات. ثم نقل إلى سلطنة بروناي إلى السلطان حسين بولقاي، ومسك الاستثمار للدولة وإنشاء ليها اقتصاد على الازدهار. هذا منصب إدارة المالية للدولة بمساعدة الشيخ راشد بن سعيد في إنشاء مرسى للسفن في دبي، وعمل على ازدهارها وإقناع شركات البترول بالتنقيب في الإمارات. قرب من رجال الأعمال والملوك والتجار، وسافر إلى لندن للاستقرار 1975، وانضم لشركة بنونور للاستثمار في أفريقيا. ثم بعد 9 شهور ثم بدأ في الاستثمار في شراء فندق دروشستر في بريطانيا، والريدز في فرنسا، وشراء قصر بوك ويدسون في باريس، محلات هاورز اوف ريس التي كانت الملكة تسوق من خلاله وبعض العائلات النبيلة. كان يريد شراء محطة راديو في بريطانيا ولكنهم رفضوا توداي، ولكنهم لم يوافقوا. طلب رئيس الوزراء جون ماجوار ذهب إلى اليهودي دروخ ويراندل على تشويه سمعته في حملة أشنها عليه صديقا يدعى أشرف مروان. 1997 عندما حدث دودي والأميرة ديانا، كان يتم التحقيق مع أشرف مروان، ثم عندما توفى قاموا بالتحقيق مع محمد الفايد. اتهام محمد الفايد بصفقات السلاح، واتهامه بقتل أشرف مروان. توفى دودي والأميرة ديانا، قام برفع القضايا والده محمد الفايد بالتهمة على العائلة الملكة، والمخابرات الإنجليزية متفقة مع المخابرات الفرنسية، واتهم أيضا جهات مثل الموساد الإسرائيلي. قام بعمل فريق بحثي للتحقيق في مقتل ولده دودي والأميرة ديانا، ومن متورط في ذلك سيدة فنلندية هنري وينس. سنة 1985 كانت عارضة أزياء، وأنجب منها 4 أبناء. لم يتوقف عن عمله بعد مقتل ابنه دودي. قام بشراء نادي فولهام الإنجليزي في نفس العام، قتل فيه ولده. جنسية بريطانية، واستقر في السويد سنة 2002، وكان يحمل الإقامة الدائمة في إمارة موناكو الفرنسية، ثم زار مصر في 2004. كان يريد الاستثمار في مصر، بيع محلات هاورز لقطر عام 2010، وصنف 2013 كسابع رجل مصري الأغنى في العالم، و2016 كان في المرتبة الرابعة، وما زال الأغنى في العالم العربي. الصفقات للسلاح هي صفقة اليمامة ما بين السعودية والمملكة المتحدة، بيع البترول مقابل الأسلحة. محمد الفايد يملك 4 طائرات خاصة، ويخت ثمنه 40 مليون دولار، وقصور في بريطانيا وفرنسا وسويسرا، وامتلاكه لأغلى حذاء نسائي في العالم مرصع بالألماس.
ثمنه ل2 مليون دولار. كان في الترشيح لرئيس اسكتلندا ولكن لم تتيح له الفرصة. فيلم وثائقي في مهرجان السينما يحكي ما حدث في الحادثة ما بين الأميرة ديانا ودودي. جاب من السيدة هنلي وسان ابناء منهم كريم يدير أملاك والده والعائلة بشركات من العمر 42 سنة. أما عن ياسمين فهي بدأت في إدارة العرض الأزياء الخاص بها 30 سنة. كاميلا فهي تعمل في مجال الأزياء من العمر 34 سنة، وأخذت نص حصة اللي هي أسس مجال الأزياء وتبلغ من العمر 38 سنة، وكان لديها قضايا ما بينها وعمر 35 سنة هو أصغرهم، وكان لديه شركات خاصة يديرها. إعلان وفاة محمد الفايد يوم 30 أغسطس 2023 في مسجد ريدز بارك في لندن، وأوصى بتحنيط جثمانه. كل المعلومات اللي توصلنا لها، ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، عشان يوصل لكم كل جديد.